عمرك حسيت الصبح بدري جدا إنك صحيت من غير منبه، بس حاسس إن في حاجة بتندهك؟ عمرك حسيت إنك صاحي بدري بس مش عشان شغل ولا عشان مدرسة ولا حتى فطور ولا علشان أي مصلحة؟ لأ، أنت بس صاحي بدري عشان تمشي وسط الجمال ده. أنا حصل لي كده، صحيت في دهب وقررت أعمل حاجة مش في الخطة خالص: أتمشى وأسجل كل حاجة بعين فنان. ما خدتش معايا أدوات رسم، لا كان معايا كانفاس ولا ألوان ولا أي حاجة، بس كنت شايل أهم حاجة عندي: عيني اللي بتلقط التفاصيل وقلبي اللي بيترجم كل مشهد للوحة. طلعت من مكاني والشوارع كلها لسه نايمة، الجو ساكت، وده أول سطر في أي لوحة ناجحة: السكون. بدأت أمشي على الأسفلت وهو لسه بيشرب أول شمس، ويا سلام على الإضاءة. الضوء نازل بزاوية ناعمة جدا وبيملى المكان بنوره الذهبي. الضوء والنور مش شديد، لأ، كأنه عامل هايلايت مرسوم بريشة فنان حساس. وعلى الجنبين نخل كتير، النخل ده مش مجرد شجر، دي خطوط طولية بتعلم على الكادر كله بالكامل، وكأنها بتقولك هو ده محور التكوين، ما تتشتتش. كل نخلة كانت واقفة وكأنها موديل في ورشة رسم وبتقولي ارسمني لو تقدر، بس خلي بالك من الظل والنور. وأنا بقى ماشي وسط الجمال ده، ما كانش في صوت غير صوت خطواتي وصوت جوايا. في لحظة كده حسيت إن كل حاجة حواليا بتتنفس ببطء: النخل بيتنفس، الزرع بيتنفس، وحتى الضي بينور الطريق كأنه بيهمس لي وبيقول لي خلي عينك مفتوحة. الجمال مش في الحاجة اللي بتشوفها، الجمال في اللي بتحسه وانت بتشوف. وفي اللحظة دي قلبي فضل يلف حوالين كل تفصيلة، وكأني بجمع مراجع روحية للوحة، مش من كتاب، لأ، من الطبيعة نفسها. ومهما حاولت أوصف، في حاجات ما تتشرحش، بس تتشاف وتترسم. وظهر معايا في الكادر الجبال من بعيد، مش قريبة بس حضورها قوي، واقفة في الخلفية كأنها بتحرس اللوحة كلها. ودلوقتي يلا بينا ننزل نشوف السحر الحقيقي تحت المية. 'طلعت من تحت ولسه لابس عين الرسام، بس الدنيا هنا مختلفة. الهدوء لسه موجود، بس الألوان اتغيرت من أزرق البحر لأخضر الزرع. أنا ماشي وسط نخيل واقف كده كأنه عمود في معبد قديم. كل نخلة ليها ظل، وكل ظل بيشكل خط، وكل خط بيفكرني بالمنظور والرسم الهندسي. بس الطبيعة هنا مش محتاجة مسطرة، كل حاجة فيها موزونة وبالفطرة. الزرع حواليه متنوع، فيه العالي والقصير، العريض والرقيق، كأن الأرض نفسها بتحب التنويع، وكأنها بتقولي التوازن مش إن كل حاجة تبقى شبه بعضها، التوازن إن كل حاجة تبقى على طبيعتها بس في مكانها الصح. كنت ماشي وكل خطوة بحس كأني بتحرك جوه كتاب رسم بس مفتوح، كل شجرة بصفحة وكل ظل بيمثل خط، والنور هو اللي بيربط السطور ببعضها. الدنيا كانت رايقة، مفيش أصوات غير أصوات طيور خفيفة في المكان ولمسات النسمة في الورق الأخضر. مفيش زحمة، مفيش استعجال، بس في حضور، حضور قوي للجمال الهادي. وكل ده كان مجرد تمهيد للي جاي بعد كده. وأنا بتمشى في طريقي والسكة هادية كلها خضرة، لقيت قدامي مبنى طالع كده في النص، واقف في هدوء وسط الطبيعة وكأنه بيستأذن قبل ما يبان. الفندق ده فندق اسمه سفير، تصميمه بسيط مفهوش بهرجة، بس المكان هو اللي بيديله هيبته. حواليه الزرع عامل إطار طبيعي كده، وكأنك بتحط عنصر معماري جوه لوحة فنية متوازنة. كل شجرة وكل نخلة كأنها بتخدم على الكادر ده مخصوص. اللون الأبيض للفندق ده مع السما والأخضر اللي حواليه عملوا تباين مريح جدا للعين.
مزيج بين البشري والطبيعي، بس من غير صدام ومن غير أي صخب. تحس كده وانت ماشي في المكان وانت بتصور، بتحس انك مش بتسجل مشهد، انت بتوثق حالة، لحظة فيها كل حاجة في مكانها. عديت من عند سفير وسبت ورايا المبنى، ورجعت تاني لنفسي وللطريق وللأسفلت ولصوت الخطوة. بس الطريق ده ما بقاش هو نفس الطريق، يمكن عشاني أنا اللي اتغيرت. بقيت ماشي وأنا واخد بالي من كل نفس، من كل شجرة ونخلة، من كل حركة وضوء على الأرض. الأسفلت كان بيلمع مع الشمس، كأنه خط فرشة في لوحة واقعية جدا، والخضرة حواليا كأنها بترسم لي تراك للروح قبل الجسد. الطبيعة هنا مش بس خلفية، دي مشاركة في اللحظة، بتفكرك إن الجمال مش دايما في الأماكن الكبيرة. أوقات بيبقى في مشي هادية، في وسط خضرة ساكنة، أو نخلة بتعمل لك ظل وشجر. كل مشهد كنت بعديه كنت بسأل نفسي، لو دي كانت لوحة كنت هستخدم أنهي درجة في الأخضر، أو كنت هظلل فين وهسيب النور يدخل منين. الدقيقة دي كلها كانت استراحة فنية للمخ، وتأمل بسيط بس عميق، وكأني كنت ماشي جوه مشهد مرسوم، بس اللوحة دي مش متعلقة على الحيطة، دي كانت حواليا وأنا جزء منها. في اللحظة دي الصوت كان هادي جدا، والنفس منتظم، والألوان حواليا بتتنفس. وآدي النهاية، أنا لوحدي في الكادر بس مش حاسس بالوحدة. الجبال ورايا ساكنة وصامدة، وكأنها بتشاور على كل لحظة عدت وبتقولي افضل ماشي، الجمال لسه قدام. كل خطوة أخدتها كانت سطر في لوحة، وكل مشهد شفته كان لون جديد في بالة ألوان يومي. في اللحظة دي الكاميرا شغالة، بس الحقيقة اللي كان بيسجل بجد هو قلبي. لو عجبتكم الرحلة قولوا لي تحبوا نرسم منها ايه. أشوفكم في فيديو جديد ومنظر جديد، بس دايما بنفس العين، عين الفنان.